احنا التخان واخدين وضعنا في كل حاجه. انت مثلا كتكين شايف حجمي في الصوره عامل ازاي؟ بص يا في شموخ كده، بص ايه ده. مثلا في المواصلات تروح تركب المواصلات بتدفع 200 بس بتبقى قاعد برنس على كرسيين يا معلم، برنس قاعد. او مثلا لما تيجي تعدي على كمين بتلاقي الامين بيفتش كل اللي في العربيه ما عدا انت. اصل هو بصراحه يعني هيمل اول لما يجي يفتشك، هيفتش ايه ولا ايه؟ فانت برنس. او مثلا تروح عزومه، اول ما انت قاعد عزومه كده قاعد برنس بقى، الاكل بيتقدم لك والست بتعزم عليك بقلب جامد وانت قاعد برنس، الاطباق كلها عندك وبتديها بقى يا معلم. او مثلا بقى لما تروح تتجوز بقى ليله الدخله، لو كمان متجوز واحده تخينه، فانت بص ديناصورات يا معلم في الليله دي، تحس ده. او مثلا لما تروح تتجوز واحده رفيعه، انت بتقف يا معلم كده ثابت بص تمثال، وهي بقى بتعمل عايزه تحضن، عايزه تبص اي اللي عايزاه كله بتعمله. كمان الهدوم لما تيجي مثلا تروح تشتري هدوم، انت بتخش لينا احنا محلات مخصوص اللي هي اكس اكس اكس، انما الرفيعين ما عندهمش، يقعوا بقى يشتروا 7.5 او من الوكاله. انما احنا نيجي بقى نرجع شويه للذكريات كده ايام المدرسه بقى، وانت في الفصل بقى بص التكه بتاخد وحدك، انت اللي بتقعد عليها برنس. امتحانات بقى لما تيجي مثلا المراقب ياخد منك الورقه، انت تبص له بص يقلق منك فيديك 5 دقايق برنس والله. او في الخناقات بقى تيجي مثلا تخش في الخناقه، انت مش بتعمل اي حاجه، بتجيب روايه تنيمه وتقعد عليه تفطسه. بس الحاجات اللي انا قلتها دي كلها هري، مفيش على فكره. احنا عندنا مميزات، احنا عندنا عيوب كتير جدا. الناس بتتريق علينا والتسلخات فشخانه، اقسم بالله التسلخات فشخانه. مش عارفين كمان نخرج ولا عارفين نحب ولا اي حاجه، مفيش، قاعدين على طول في البيت بص قاعدين. يعني انت مثلا تيجي صاحبك الرخم يجي يقول لك كده وانت بتبرد زينا على اساس مثلا اللحم مدفينا، ايض ببرد يا ايض ببرد من الانسان، انت شايفني كان اجريكي مثلا؟